مدينة شفا عمر في الجليل الأسفل، مدينة هزها نزاع العصابات بين أفراد من عائلتين متنازعتين، حكاية اشتبكت خيوطها وخلفت أكثر من 15 قتيلا خلال سنتين. طرفا النزاع عائلة خالدي وعائلة سواعد. قطار الموت والرعب حصد أرواح أشخاص في رعان شبابهم، ومن بينهم من قتلوا دون تورطهم بالنزاع، والرصاص خطفهم لانتمائهم لذات العائلة. آخر جرائم النزاع الدامي وقعت أمس، جريمة تركت صدمة كبيرة بين سكان المكان من هولها. فالضحية رامي سواعد قتل أمام أعين طفله الذي خرج ليصرخ: أبي قتل، قتلوا أبي. شرارة اندلاع هذا النزاع المتدحرج تعود إلى مناكفة بين الطرفين في التسابق على ما يعرف في العالم الإجرامي المظلم سباق الأموال والنفوذ. الصراع بين عائلتي خالدي وسواعد لم يقتصر على حصد الأرواح فحسب، بل أسفر أيضا عن هروب عدد من المتنازعين إلى دول مجاورة خوفا من الانتقام والموت، ومن بينهم شخصيات في الترتيب الهرمي الأعلى لهذه التنظيمات. أبنائنا اللي يعني بعيدين عن الجريمة وعن العنف، ولا كان شو ضلنا نسوي هنا؟ إنه هذا يا أبو هذا أرض الآباء والأجداد، لما أنا بطلت فيها آمن، بطلت أنام في دارنا وأنا بفكر، وهذا مش يعني تفكيري أنا، يعني هذا كل اللي عملوا بحث للموضوع من سنة 2000 من هبة القدس والأقصى حتى اليوم. هناك مشروع انه العربي بهاي البلاد يشعر انه هو ملف امني مش ملف مواطني. السكان والقيادات هنا في شفا عمر حال بهم الوضع المتوتر الى العيش تحت حالة من الترقب، فعندما تتحرك مركبة اسعاف يعلو تساؤلهم عن الضحية التالية. الإصابات النفسية أخطر بكثير. مرات الإصابة الجسدية ممكن تتعالج، تروح على المستشفى وتأخذ دواء وتعمل الجرح، بس الإصابة النفسية ما بنعرف قديش في عندنا ناس عندها صارت تراوما حقيقية بهذا اللي عم بيصير. الناس صارت تخاف تطلع بالليل على محلات. أنا بقدر أقول لك إنه مطاعم شفا عمر نازل الشغل فيها 80%، الناس ما بتطلع تسهر بالليل. أما بخصوص الشرطة وتعاملها مع هذا النزاع بشكل خاص ووفقا لمسح أجريناه، يتبين أن الشرطة لم تنجح في فك أي رموز جريمة في هذا النزاع، بينما عثرت على أسلحة وأجرت حملات واسعة لكن دون جدوى. لا يعقل انه اسرائيل تقنعنا كل الوقت انها بتعرف ما يجري بشوارع طهران وبشوارع عين الحلوه في لبنان، ومش قادر تقنعنا مش بتعرفش انه بشفا عمر كانوا امبارح اثنين مسلحين جايين يعملوا جريمه قتل. اذا ما في عندها الامكانيه تيجي تقول يا عمي انا عاجزه عن حمايه المجتمع العربي، انا ما بيطلع في ايدي، انا كذبه كبيره وما عندي الامكانيات. الشرطة شريكة بالجريمة، تحمي عصابات الجريمة، تحمي المجرمين لأهدافها السياسية ولخدمة أجندة المسؤولين عنها. يبقى النزاع مفتوحا إلى أجل غير مسمى، وفرصة التوصل إلى ما يعرف بالهدنة أو صلح تتحول لشبه مستحيلة تحديدا بعدما تضاف جريمة جديدة إلى قائمة الضحايا في نفس النزاع.